مباراة ودية بين قدامى عمران والحديدة في حدث نوعي وبيوم استثنائي وتحت إشراف الشيخ بشير الجسامي وحضور بعض من نجوم منتخب الشباب عادل عباس ومحمد البرواني ووضاح أنور. أقيمت مباراة بين منتخب الحديدة بقيادة النجم الكبير والدكتور أبو علي غالب وبين نجوم عمران بقيادة النجم يحيى سنان الصاعر التي فاز فيها نجوم محافظة عمران بقيادة مدرب نجوم عمران نجيب الشرعبي بنتيجة 7 أهداف مقابل 6. سجل أهداف عمران يحيى سنان هدفين، عبد الرحمن القيني هدفين، عبد الوهاب الضبري هدف، محمد عقب هدف، نشوان الهويش هدف، فيما سجل أهداف الحديدة علي السديس هاتريك، جمال شمهان وأكرم سالم، ماهر الصوفي. وتألق حارس الحديدة جمال عبد ربه بتصدي الكثير من هجمات نجوم عمران في اللقاء الكروي الذي اتسم بالكثير من الود واستذكار الزمن الجميل، يحسب لمن أعده عبد الوهاب العشبي وبسام القشيبي وصهيب الصاعر، حيث لمسنا ردود الفعل من الضيوف والحاضرة لهذا اللقاء بارتياح تام تحث على حذو الأندية لمثل هذه المبادرة الطيبة والتكريمية تحضر فيها الألفة والمحبة وتجمع أبناء الوطن تحت سماء واحدة وملعب واحد. وقد شهدنا قبل اللقاء تكريم الشيخ بشير الجسامي بتكريم من رواد منتخب الحديدة بدرع لجهوده تجاه الشباب المحافظة ودعم وحضور وتفعيل الأنشطة. كما تم تكريم الدكتور أبو علي غالب بدرع رواد محافظة عمران. وفي الأخير نشكر كل من ساهم دعم ضيوف الحديدة في مقدمتهم الراعي الرسمي للمباراة الشيخ بشير الجسامي ومشروبات سينا الكويمن عبر وكيلها داحش ومياه حدة عبر وكيلها صدام الحوري ومطاعم رواد ركن الشام عبر المدير مهدي الأحمدي. تقرير وتصوير عبد الوهاب العشبي.